السلام عليكم، اهلا بكم حبايبي. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض فراخ محمره او مشويه بطريقه جديده جدا. تهيألي مش هتلاقوا عند اي حد، مميزه. وان شاء الله هنعمل الفراخ حلوه وطعمها حلو، وفي نفس الوقت هنطلع بشوربه. معايا الفراخ زي ما انتم شايفين مغسوله. انا يعني ممكن اقول في فيديوهات ما بقولش انها مغسوله، لان يعني ده خلاص شيء يعني معروف، وكل اللي بيتفرج حتى الاطفال الصغيرين عارفين ان الفراخ بتنغسل الاول. فطبعا الفراخ مغسوله، ومغسوله بملح، مغسوله بدقيق، ومتظبطه، ومتشال منها بيبقى الريم اللي فيها دوت. يعني الفراخ بتاعتي جاهزه تمام. يعني لو قلت في فيديو فراخ يبقى معروف ان هي فراخ، يعني مش شرط تكون ان انا قلت نفس الكلام ده. ومعايا بقى هنا بصلايه مبشوره، فصين توم مبشورين، ملح، معايا حب زنجبيل بودره، حبهان مطحون، معايا حاجه بسيطه خالص كمون، ومعايا معلقه فلفل اسمر، ومعايا هنا ده ورق لورا او يعني هو ورق لورا مطحون. لو انت مش عندك مطحون حطيه حبوب، يعني مفيش مشكله. اي حاجه من دول لو مش متوفره مطحونه حطيها حبوب. همسكهم مع بعض كده، اعجنهم كويس بايدي زي ما انتم شايفين كده. عايزه اطلع الميه بتاع البصل بالعجن كده. بصوا بقى، انا مش بحط على الخلطه دي زيت تمام. في ناس تقول بتحط عليها زيت، دي طريقتي انا. مش بحط زيت لان انا الفراخ عندي انا مستخدمه زي ما انتم شايفين اوراق، والاوراق ما شاء الله عندي فيها دهون يعني، فمش محتاجه ان انا احط زيت. هجيب بقى كل ده وادعك بيه الفراخ بتاعتي. معايا على النار ميه عادي جدا كاني هسلق فراخ، مفيش اي حاجه خالص لغايه ما تغلي عندي. هدعك الفراخ زي ما انتم شايفين كده. انا بالنسبه لي هعملها على طول. لو انت حابه تتبليها وتتركيها شويه مثلا ساعه ولا كده مفيش مشكله. برضو نسيت حاجه مهمه اقول لكم عليها، هحط معايا كمان معلقه خل. الطريقه دي اي حد بيشتكي من زفاره الفراخ المنظر ده كده، خل ابيض، او لو مش متوفر عندك خل ابيض وعايزه تحطي خل تفاح برضو مفيش اي مشكله. ان شاء الله سواء كانت فراخ طازه لسه او مجمده هتلاقوا الطعم جميل جدا ومختلف. هاخدها بقى كلها زي ما هي كده، سواء بقى انا ركنتها او ما ركنتهاش، يعني ببصلها بكله، واحطها في الميه اللي بتغلي لغايه لما تتسلق زيها زي اي فراخ. لو يعني هحطها في الاول 10 دقايق على على نار عالي، وبعد كده هوطي عليها على نار هاديه عشان تستوي سوا بطيء، وفي نفس الوقت تبقى متماسكه، ما تبقاش الفراخ مهريه من بعضها، وفي نفس الوقت تبقى زي ما انتم شايفين معايا شكل الفراخ بتاعتي بعد ما استوت. مش قادره اقول لكم بصراحه على طعمتها، طعمه الشوربه. هنعمل لها بقى التتبيله اللي هنحطها هي صلصه باربيكيو زي ما انتم شايفين كده. هحط معلقتين كبار، لو مش متوفره عندك حطي كاتشب وحطي عليهم. ومعايا كمان معلقه دبس الرمان. ممكن ما احتاجش ملح عشان دبس الرمان بيبقى حامض شويه، وبرده صلصه الباربيكيو بيبقى مالحه سنه كده. فانا هقلبهم وادوقهم كده بسن المعلقه، اشوف محتاجين ملح قد ايه عشان الدنيا معايا ما تنعجنش. لاحظوا برده ان الفراخ واخده ملح. انا لقيتها عندي كويسه، هاخد بقى الكميه دي وادهن بيها الفراخ بتاعتي من كل الاتجاهات. ومشغله عندي الفرن شوايه بس مش هحطها تحت الشوايه مباشر، هحطها تحت الشوايه بعيد شويه عشان خاطر ما تتحمرش قوي، وفي نفس الوقت يبقى يعني الصوص بتاعها غمق، لان هو اصلا غامق. انا عايزاها تبقى حمراء، يعني لونها متحمر وفي نفس الوقت الصوص لونه حلو تمام بالمنظر ده. وزي ما انتم شايفين معايا شكل الفراخ ولونها جميله جدا، وكمان طعمها بقى يعني طعمها ده لوحده ليله تانية. هتحسوا بطعم وشكل جميل جدا جدا. ان شاء الله باذن الله لما تجربوها هتحسوا بفرق. اتمنى بقى ان انتوا تعرفوني الفرق وتدعوا لي كده دعوه حلوه منكم، مش تاكلوها خلاص يعني. ماشي، اشوفكم على خير بقى الوصفه الجايه. والسلام.